طيب قبل اي حاجه عايزكم تعرفوا ان الفيديو ده بطعم وريحه الزبده الفلاحي، وده عشان احنا النهارده عند بهية، احلى مكان يعمل اكل بالزبده الفلاحي وتحدي. جزاء الحمام محمرين بالسمنه بلدي. والحلو في مطعم بهية انه مش بس بيعمل اكل شرقي جميل، لا ده انت كمان هتاكل وانت قاعد على احلى فيو على النيل. عاملين صينيه جديده اسمها زبده بهية، سعرها 1099 جنيه، حاجه كده اكسكلوزيف بس الفرع الدقي، فيها حمام وتشكيله محاشي وممبار وكفته وشيش. بعدين ينزل الحمام يعوم شويه في الزبده عشان بعدها تعيش وما تقوليش. عايز اقول لكم ان الحمام طعمه خطير، متبهر حلو قوي، والرز بتاعه جامد قوي قوي، بيبقى مفلفل كده وشارب من الزبده اللي مزوداه حلاوه على حلاوته. الاهم عندهم بقى كمان من الحمام هي شوربه الحمام، حاجه كده عظمه العظمه. جربت كمان الرز المعمر عندهم، وده بقى قصه تانية خالص، حاجه كده تتاكل على طول ما تتحكيش. اما بقى المشويات فدي انا ممكن احكي عنها حكايات، وخصوصا الكفته والطرب، القطمه منهم كده تحسها بتنزل في قلبك قبل معدتك. بس بالنسبه لي كل ده بقى كان كوم، والموزه اللي في الفخاره دي كوم تاني خالص. يعني انا مش عارف بصراحه اكلمكم عن الموزه اللي كانت دايبه ولا الرز اللي دايب معاها وشارب من كل حاجه فيها تقريبا. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان ده من اكتر الاماكن اللي جربتها واتبسطت من كل حاجه فيه، من اول ما تدخل المكان ويقابلوك ويقعدوك لحد الاكل اللي ما فيهوش غلطه والقعده والفيو الخطير ده كان فرعهم اللي في شارع النيل في الدقي قدام سفاره روسيا بالظبط. استناكم تجربوه عشان بجد المكان هيعجبكم قوي وهتحبوه، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.